عمري باحب المطر أوي، وباحب أتمشى تحت المطر أوي، لغاية ما جه اليوم ده اليوم التالت في تركيا، واليوم ده هنروح الجانب الآسيوي مع بعض، وده من أكتر الأماكن اللي باحبها في تركيا. بس الأول عديت على اسبريسو لاب عشان أفطر، والبيكري في اسبريسو لاب تركيا مش طبيعي. جبت من عندهم حاجة اسمها كابالي بوريك، لازم تجربوه تحفة، وكنت بوريكم بس إن القطة قاعدة بتفطر جنبي. ودلوقتي هاخدكم معايا للجانب الآسيوي، وعشان أروحه كنت لازم أركب على العبارة من حتة اسمها كاباتاش، وخلال الرحلة دي هتشوفوا أجمل مناظر ممكن تشوفوها في حياتكم. وده كان من أول الأماكن اللي نفسي أروحها أوي في أوسكودار، وهنا المطر كان بدأ يشتد أوي. ده بقى كان ليه ميزة وعيب. الميزة إن المكان ده دايما بيبقى زحمة، بس بسبب المطر ما كانش فيه ولا حد هناك زي ما انتم شايفين. والعيب إن أنا حرفيا اتغرقت. بعد كده طلعنا على منطقة اسمها كوزجونجوك، ودي منطقة فيها كل البيوت الملونة اللي زي حي بلاط، بس هنا بتبقى أشيك وأهدى شوية. شكل المطر مع شكل البيوت الملونة كان من أحلى الحاجات اللي شفتها في حياتي. وبعد ساعتين متواصل تحت المطر كان لازم أروح مكان أقعد وآكل فيه شوية لغاية ما المطر خلصت، وطلعت على مكان تاني اللي هو الكسكوليسي، اشهر واكتر مكان بتشوفوه في مسلسلات. روحت ارتحت في الاوتيل شويه، ونزلت بقى عشان الف لفتي. بص شكل القطط يا جماعه مش طبيعي. المهم رحت حلي عند ماضو، ودقت احلى بقلاوه بالجوز ممكن تدوقها في حياتك. ختمت اليوم طبعا بشوبينج في جراتيس، هتلاقوا كل تفاصيله في صفحتي التانية. وبس كده اليوم خلص.